السلام عليكم واهلا بكم اعزائي متابعي قناه السوبر هاتريك، وحشتونا جدا. اهلا بيكم في حلقه جديده. حلقتنا النهارده مهمه قوي قوي قوي، هنشوف فيها تصريحات فيتوريا مدرب منتخب مصر على محمد صلاح، والجائزه الجديده الرابعه هذا الشهر اللي بيستلمها ويحصل عليها ابننا محمد صلاح. خلينا نمتلك الفرصه ونتكلم على جمله كده انا بقولها بتضايق ناس كتير، يعني ان شاء الله ان انا اتذكر واقولها في الحلقه دي منساش واتكلم يعني واعلق عليها. وخلينا نشوف كمان تألق لاعبي ليفربول مع منتخباتهم الى الان، وهنشوف كمان حدث جميل قوي عمله ليفربول لمحمد صلاح. حاجات كتيره قوي 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 مهمه قوي في الحلقه دي، فخلونا نبدا ونتكلم فيها. هي الحلقه هتكون صغيره قوي فمعلش، فانزلوا حطوا اللايك الجميل بتاعك اللي بيفرحني قوي وبيحسسني ان انت مهتم وعاجبك الموضوع، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بنيه ان اخواتنا ربنا ينصرهم ويصبرهم ويقويهم ويخفف ألمهم، لان بجد الواحد مش بايده اي حاجه غير كده. واعمل سبسكرايب او اشتراك القناه عشان يوصل لك كل جديد. مبدئيا لاعب ليفربول متألقين بسم الله ما شاء الله مع منتخباتهم في التصفيات. دياز مع منتخب الكولومبي بيسجل هدفين الى الان ومشارك بفوز على البرازيل. نونيز بيسجل هدف ويصنع هدف، متألق جدا مع منتخبه. سوبوسلاي عمل اداء ولا اروع مع المجر امبارح، وخلينا اقول لك شويه احصائيات عملهم، وخلينا اقول لك ايه عمل مع منتخب. سوبوسلاي بسم الله ما شاء الله لعب 90 دقيقه، سجل هدفين وعمل 4 محاولات. دقة التمرير بتاعته كانت 88%. عمل 71 تمريرة ناجحة والأكثر واحد ممرر. كسب 6 أخطاء وكسب 13 التحام، وعمل 4 انطلاقات ناجحة وخلق 3 فرص. انت متخيل عدد الإحصائيات بسم الله ما شاء الله قد ايه؟ ممتازة قوي للاعب زي سوبوسلاي مع منتخبه. حرفيا كل الكرة اللي بيلمسها فيها ايجابيات. في تصريح النهارده انا شفته يمكن قاله بيب جوارديولا في بداية الموسم بتاعه، يعني بيقول لك ان اللعيبة بتاخد ملايين الفلوس، انا معاك، وان البعض يقول لك ان اللعيبة دي ما تتعب. ايه المشكلة لما تتعب وتلعب مباريات كتيرة وتسافر وتروح وتيجي وتضغط في المباريات الكتيرة قوي قوي، ما بتاخد ملايين، ايه المشكلة؟ فجوارديولا شايف ان اللعيبة مظلومة. بيقول لك حرام ان اللعيبة يتحط عليها كمية المباريات وكمية السفر وكمية الضغط من المباريات في البطولات، لانها مش آلات، هي بني ادمين وبشر، في الاول وفي الاخر هم بشر. قال لك ان كرة القدم بتصبح اسوأ واسوأ، وان الكم اصبح اكثر او مطلوب اكتر من الجودة. يعني سجل كتير، مش مهم ان انت تكون حريف، المهم انك تكون بتحصد اهداف كتير وبتحصد ايجابيات كتير. قال لك ما بقى ما يهمش عند اي حد راحة اللعيبة، مش مهم اللعيبة تريح، المهم ان اللعيبة تلعب وتأدي وتكسب وتسجل وتتوج ببطولات. وان اللاعب بقى بيلعب كل 3 ايام مباراة، بيلعب ما يقارب 60 او 70 مباراة في الموسم الواحد. بعد كده يريح له اسبوعين ويرجع تاني يمسك الموسم يلعب 60 او 70 مباراة، وفي الاخر يقول لك ما يهمش النهاية. وفي النهاية اصبحنا مجرد ادوات، بيجي لاعب مكان لاعب ومدرب مكان مدرب. بصراحة بحترم كل كلمة قالها جوارديولا، لان الكلام اللي بيقول ده محدش واخد باله منه اساسا. انت متخيل؟ بقينا فعليا عايزين اللاعب ينزل في كل مبارياته ويسجل ويفوز ويحصد ويتوج ويبقى بطل في كل البطولات. مش مهم الانسان ده بيشوف بيته كم مرة، بيشوف عياله قد ايه، بيعيش حياته اصلا ولا بيتفرق. يعني بجد الموضوع مرعب. كرة القدم بقت بمثابة مفرمة، اللي بيدخل جواها ما بيخرجش، ما بيحسش. يعني كلامه حقيقي. انا مش عايز اطول في الموضوع عشان عندنا شويه اخبار عايزين نتكلم فيهم، فانا بصراحه بحترم كل كلمه قالها جوارديولا. فيتوريا مدرب منتخب مصر بيقول لك من دواعي سروري ان انا ادرب محمد صلاح، فهو لاعب عظيم، انه رائع داخل وخارج الملعب، وعنده حساسيه كبيره للعمل الجماعي، ودايما تلاقيه متاح لمساعده زمائله ببساطه كبيره. اذا احببته في السابق كلاعب كره وما زلت احبه أكثر الآن لأنني أعرفه بطريقة مختلفة. ده كان رأي يورجن، كان رأي فيتوريا منتخب مصر في محمد صلاح. نادي ليفربول على موقعه الرسمي بيعلن انهم عملوا مجلة لمحمد صلاح خاصة ليه بعنوان الملك المصري لتحطيم الارقام القياسية. انت متخيل؟ مجلة لوحده. صلاح ما تسعهوش مجلة مع حد،
صلاح عايز مجله لوحده حرفيا. صلاح قال لك ايه بقى؟ تسجيل هذا الكم من الاهداف وتحطيم الارقام القياسيه دي ده شيء بيسعدني جدا وبيجعلني فخور ان الناس دي بتساعدني وان الناس دي بتحبني. محمد صلاح يحقق جائزة الشهر في البريمير ليج لشهر اكتوبر للمرة الرابعة هذا الشهر من رابطة المحترفين. انت متخيل؟ بسم الله ما شاء الله. للشهر الثاني على التوالي محمد صلاح بيحقق هذه الجائزة. صلاح في شهر اكتوبر سجل 5 اهداف في 3 مباريات. نتمنى لك كل التوفيق يا ابو مكة. في خبر بيقول لك ان والد فيرمينو مهاجم ليفربول السابق توفي النهارده بأزمة قلبية عن عمر طبعا 62 سنة. دي كانت أهم الأخبار النهاردة حبينا نشاركها معاكم، فتمنى الفيديو يكون كان خفيف عليكم إن شاء الله، فتمنى لكم يوم سعيد. بس قبل ما أقفل في كلمة كده عايز أتكلم فيها، كويس إن أنا اتذكرت لأن أنا بجد ذاكرتي عاملة ذاكرة السمك بتنسى بسرعة. كلمة ابننا محمد صلاح، البعض بيزعل منها ويقول لك انت عندك كام سنة عشان تقول ابننا محمد صلاح؟ وناس كتيرة قالت ان انا هلغي متابعتك عشان كلمة ابننا محمد صلاح، عشان انا بقول ابننا محمد صلاح. الغرض من ان انا بقول ابننا محمد صلاح مش ان انا كواحد كبير في السن فبقول ابني على اساس ابني، يعني لا، بقول ابننا على اساس ان هو ابن بلدي، على اساس ان هو ابن بلدي. مقصودش ان انا كواحد كبير في السن وهو ابني، لا. صلاح طبعا راجل اكبر مني سنا وانا مقصودش كده خالص عشان الناس اللي بتزعل، بس انا لا اقصد ان انا اضايقك بيها ولا اقصد اللي في دماغي خالص ولا اي حاجه. انا اقصد ان هو ابن بلدي مصري، فعشان كده بقول ابننا ابن مصر. اتمنى الرساله تكون وصلت. السلام عليكم.